السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هنعمل مع بعض كشري مصري. هنا انا جايبة مكرونة سباكيتي ورز وعدس بجبة، وهنا توم مفصصه له. هنعمل كشري مصري بإذن الله النهاردة. وهنا دي مكرونة. احنا ممكن نعمل الكشري في حلة واحدة، مكرونة مع الرز مع العدس، زي ما انتي عايزة. وعايزة حابة ان انتي تفصلي كل حاجة لوحدها، اعملي اللي انتي عايزاه. بس احنا بنحبه بالطريقة دي. انا هنا جايبة حلة حطيت فيها زيت. جايبة مكرونة سباكيتي، مش خدت طبعا كل الكيس، لا انا اخدت حبة منه كسرته زي ما انتوا شايفين وحمرتها زي ما انتوا شايفين. هنا قلبتها لغاية ما احمرت المكرونة السباكيتي. طبعا انا بخلي النار وسط عشان ما تتحرقش معايا، زي ما بحمر شعرية الرز. طبعا كنت غاسله الرز وغاسله العدس ومجهزه كل حاجه هنا. بعد ما غسلت الرز فضيته على المكرونه الاسباجيتي زي ما حضراتكم شايفين. بعديها العدس اهو بعد ما نقعته وغسلته بحطه على الرز والمكرونه، هديله تقليبه لغايه ما يتشرب الميه اللي فيه هو والرز. طبعا الاكل كل يوم حيرة والجو حر، وكل يوم نقول هنعمل بكرة ايه، هنعمل بكرة ايه. ولازم هنعمل عشان اولادنا اليومين دول امتحانات، امتحانات ثانوي اعدادي. ربنا معاهم يا رب، ربنا ينجحهم يا رب، اللهم امين. ندعي لهم يا رب بالنجاح دايما يا رب، ربنا يحفظهم من كل شر. هنا انا بعد ما قلبت والرز والعدس اتشربوا المية، جبت معلقة وربع من الملح. هنا حطيت معلقة والربع التانية اهي، وفلفل اسمر حطيته عليهم. هديهم تقليبة لغاية ما يتشربوا برضك، يتشربوا الملح والفلفل حلو. نزلت عليهم بالمية واديهم تقليبة برضك. طبعا الطريقة اللي انا عاملاها دي اسهل من المكرونة لما اعمل مكرونة لوحدها وكده. وفي نفس الوقت اللي حابب ان هو ياكل كده وما ياكلش مثلا مكرونة، في ناس ما بتحبش المكرونة، انا مني واحدة ما بحبش المكرونة. فبحط مكرونة سباكيتي مع الرز والعدس كأنه كشري حلة واحدة. هنا جبت حلة نزلت عليها بحبة زيت. كنت التوم اللي حضراتكم شايفينه مفصصاه ودقاه وكده، وخدت معلقة منه هشوحه طبعا ما يتحرقش، ان هو يا دوبك يدبل معايا بس كده يطلع ريحة ما يحمرش. هنا التوم اهو بيتشوح. عندي اولادي بيحبوا الاكله دي او بيحبوا الكشري المصري. كل المصريين بيحبوا الكشري المصري. وطبعا هو سهل وصحي احسن من بتاع بره، برضك احنا ما نضمنش غاسلين ايديهم ولا لا كده يعني. هنا انا نزلت بالطماطم، حطيت عليها ملح فلفل اسمر. هنا انا بقلب. طبعا انا عندي اولادي مهما اعمل اكل في البيت كل الاولاد بيحبوا اكل بره، بس للاسف احنا الواحد بيخاف وكده، بيخاف عليهم، ربنا يحفظهم من كل شر. بالذات احنا في الحر ده ما نعرفش هم عاملين الطماطم ازاي، غسلنا حلو ولا لا وكده. مهما كان اكل البيت انضف مليون مرة من بره. هنا انا جبت الحلة صغيرة حطيت عليها بقية التوم اللي انا دقاه. انا خدت منه للطماطم بتاعه المكرونه، والوقتي اخدت منه هعمل الدقه. حطيت معلقتين توم، هقلب فيهم برضك لغايه ما يتبالوا مش يحمروا.
وطبعا نخلي بالنا ما نعليش النار على الاخر عشان برضك ما يتحرقش مننا التوم. هنا انا حطيت ميه، دول يعتبر كوبايتين ميه، معلقه ملح، معلقتين ملح، كمون مطحون، كزبره ناشفه. طبعا مش بحط لها فلفل لان التوم بطبيعته فلفل اسمر، لان التوم بطبيعته حامي. وهحط شطه برضك. هنا انا حاطه شطه اهو، خل، ده الخل العادي اللي هو هنشتريه من البقال وكده. الدقة دي طبعا سر المطاعم، مش اي حد هيقولك عليها، دي اللي بتدي الكشري طعم. انا عيالي بيحبوا الكشري عشان الدقة دي وكده. هنا انا خلصت، كان الاكل خلصان. دي المكرونة، طبعا عيالي بيحبوا الكشري عليه مكرونة، انا ما احبش عليه مكرونة. هنا حلة الكشري التانية اللي انا عاملاها، حلة الصلصة التخديعة بتاعة الكشري. هنا الدقة اهي بعد ما خلصتها، واغرفه معاكم واوريكم شكله ايه يا حبايبي. وبألف هنا وشفا على قلبكم. هنا مجهزاه، ادي هنا انا غرفته، ادي الكشري اهو ما شاء الله. هنا الصلصة التخديعة، هنا الدقة، ده كشري بمكرونة. اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب وقلوبنا يا رب، اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.